السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير وصحتكم لاباس. وصفتنا نهار اليوم جبت لكم السردين المعلب بواحد لاصوص تهبل، يجي بنين بنين تاع الصح. المهم هذه الوصفه راكم موالفين بها، كنت درتها لكم كاع مسبقا عندها عوام في قناتي الاولى وقناتي الثانيه، وبزاف اللي جربتوها ونجحت معاكم. بدون اطاله نقول لكم فوتوا المقادير وطريقه التحضير ونقول لكم بالك تراطوا هذه الوصفه. شوفوا تجي بنينه تهبل، انا ما نستغناش عليها خاصه في المشطه، خير ملي نقليه نديرها لهم هكا بلاصوص ياكلوه سخون يجي بنين بزاف كيما تقدي تاكلو حتى بارد. نفوتوا الوصفه بسم الله. هنا عندي رطل تاع سردين كنت نقيته وغسلته، قلعت له الراس والمصارين. دروك نجيو نقوه المره الثانيه تقلعي له هذيك الشوكه اللي في الظهر وتقلعي هاد الشوكه اللي في الوسط، كي شغل هكا تسرحيها تمشي معاها وتقلعيها كاع هكا بلا ما تقطعي الحبه على زوج، يعني خاص الحبه تقعد هكا قابضه روحها، بس نقسمش الحبه على زوج، نولو هكا نبلعوها كما كانت في الاول ونستفوهم في طبسي. كي نكملوا عاود نستفوهم في الكوكوط. يعني طريقه سهله مهله. دوك نعاود نوريكم حبه واحده اخرى للمبتدئات، يعني للصغارات اللي اول مره طيب ما على بالي نتوما تعرفوا كاع تنقوا السردين. كيما قلت لكم نقلعوا لها هذيك الشوكه اللي في الظهر ونعاودوا نقلعوا هاد الشوكه اللي في الوسط، نسرحوها هكا ونتمشاو مع الشوكه نقلعوها حتى الفوق كيما هاك بلا ما نقسموا الحوته على زوج، يعني قاعده محافظه على الشكل تاعها. ونكمل انا الحوت كاع بنفس الطريقه ونفوتوا لاصوص هكا باش ما نطولش عليكم الفيديو. هنا الحوت تاعي كاع نقيته، دروك نفوتوا نخدموا لاصوص. شوفوا لاصوص جيبوا كاس الا ربع نتاع الماء كيما هكا، هذا الكاس تاع ام وليد ولا اي كاس كان عندكم، مهم ما تعمروش للفوق، عمروه الا ربع. انا درته تحت هذاك الخط غير شويه. ديروا له مغرف كبيره تاع طوماطيش نخلطوها فيه، مهم غير نحطوها من بعد غادي نخلطو كاع غايه. ونزيدو مورف صغيره نتاع الهريسه. هنا الهريسه اختياري، يعني اللي ياكلوا الحار مع انها ما تطلقش الحار بزاف بصح تعطي بنه بزاف شابه، نقول لكم ديروها. مورف صغيره تاع فلفل الاحمر، شويه فلفل الكحل، مغرف صغيره معمره بصح ماشي بومبي ممسوحه نتاع كمون، يعني الكمون مع الحوت بنه رائعه، غير جربوها. الكمون يتمشى بزاف مع الحوت. شويه كركم ما تكتروش، ومغرف صغيره تاع الملح. ثاني الملح مغرف معمره ماشي كاع بومبي كي الجبل، يعني باش ما يجيش مالح هكا. مغرف صغيره معمره نيشان تجي هذيك هي. نخلطوا كل شيء غايه، خلطوا غايه حتى تحسوا هذيك الطوماطيش وهذيك الهريسه الحاره كاع تحلت تخلطت مع لي زيبيس. ودروك نكملوا نعمروا الكاس بالزيت، يعني الكاس دروك كي زدنا له هذوك المقادير وكاع راه طلع ما قعدش الا ربع، طلع راه كاس ناقص اصبع هكاك. هذاك الاصبع نكملوه بالزيت حتى للفوق كيما شفتوا، يعني الطريقه راها موضحه. ونخلط كل شيء غايه وجيبوا الكوكوط تاعكم. انايا الكيكوطه تاعنا بلا ما نسخنوها بلا والو، خلط كاع هذوك المقادير مليح ونكبوهم في الكيكوطه. غادي في الكيكوطه يزيد يتخلط كل شيء كيما هكا. كبيتهم كاع. وفي هذه المرحله نزيد 2 سنين الثوم، عندكم تنساو الثوم، يعني الدواء تاع الحوت باش يجي بنين. الثوم والكمون والرند هادو 3 صوالح يتمشاو مع الحوت، يعني يهبلوا يمدوا له بنه تهبل. الا نقصتوا واحد من هذه المكونات ما يجيكمش بنين كيما ديروهم كاع. ونزيدو 3 وريقات تاع الرند ولا زوج لا كانوا كبار. انا هنا عندي رند صغير درت 3 غسلوه قبل خاطر الرند يلم الغبره وكاع، غسلوه مليح. وديروا خلطوا كل شيء، خلطوا هذيك الثوم هذيك لاصوص خلطوها مليح. ونجيبوا هذاك الحوت ونستفوه كيما هكا، ستفوه وحده قدام وحده. ولا كان عندكم كميه تاع الحوت كبيره عادي جدا ديروا وحده فوق وحده معليش، غادي كل شيء طيب كيما هكا بهذه الطريقه. انا استفت كاع في الكوكوط وبقاو لي الفراغات، هذوك الفراغات زدت عمرت فيهم هكاك وبقى شويه حوت كيما شفتوا درته من الفوق. نزيدوا مغرف كبيره تاع الليم، نتوما ديروه في لاصوص قبل ما تحطوا الحوت، انا نسيته المهم مزيات فكرته. زيدوا هذيك المغرف تاع الليم، لما كاش عندكم الليم ديروا مغرف نتاع الخل وخلطوا كل شيء هكا. خلطوا هذيك لاصوص هكا شويه، مشيت خلطوا حتى يطلع هذا فوق هذا، المهم غير هكا هزوها شويه حتى تحسوا هذيك لاصوص طلعت من الفوق. ديروها فوق الغاز وبلعوا عليها في الاولى على نار متوسطه 5 دقائق. كي تفوت 5 دقائق نقصوا لها كاع ناقصه تزيد 10 دقائق، يعني في المجموع 4 ساعه. 5 دقائق نار متوسطه و10 دقائق نار قليله كاع، يعني كاع جد قليله في الكانون هذاك المتوسط، ما ديروش في الكانون الكبير. وجيت هنا حليت عليها، شوفوا كيفاش راه طايب جا كيما اللي يتبع. شوفوا خير من اللي يتبع، وين يبان اللي يتبع معاه. هذيك لاصوص شحال بنينه، نقول لكم غير جربوه. شوفوا على بالي اللي مازال ما جربوش هذه الوصفه نهار يجربوها ما يزيدوش كاع يقليوه في الزيت، يولوا يديروه غير هكا خاصه فصل الشتاء ياكلوا هكا حاجه سخونه وفي نفس الوقت يكون صحي. شوفوا جا طايب زبده. دوك انا نقسم لكم بالفرشيطه تشوفوا كيفاش جا طايب، يعني في 4 ساعات طاب ما شاء الله.
كما قلت لكم ونعاود لكم 5 دقائق نار متوسطه و10 دقائق نار قليله. شوفوا لي هذيك لاصوص وشوفوا لي هذاك الحوت، شوفوه في ساعه تقسم، يعني ما شاء الله. نقول لكم غير جربوه وردوا عليا. واللي وصلت معايا هنايا نهايه الفيديو نقول لك اختي ما تنسايليش هذاك الجيم وهذاك التعليق الحلو كيفكم، طلعوا لي الفيديو بالبارطاج، والى فيديو قادم. السلام عليكم.